السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اتكلمنا قبل كده عن الكوليكشن داتا تايب واتكلمنا عن الليست وما زلنا في بنكمل تفاصيلنا عن الليست. الليست ضرورية كتير ومهمة قوي، لذلك انا حابب ان كل جزء يكون في فيديو لوحده عشان تفهم كل جزء، لان الليست من اكتر الحاجات اللي انت ممكن هتستخدمها او هتمر عليك، فانت لازم تكون مدركها كويس وعارف كل حاجة بتحصل فيها. جميل، تمام. احنا كنا وقفنا عند المره اللي فاتت عند الحاجه اللي اسمها الدوت اوبريتور، وقلت لك ان الدوت اوبريتور دي بتديك بعض المعلومات وبعض العمليات اللي بتحصل على الايه، على الليسته دي. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن بعض المعلومات وعرفنا. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن بعض العمليات اللي بتحصل على الليسته دي. جميل. طيب، عندك اول حاجه عمليات، قلت لك الفرق بين المعلومات، هتلاقي ان دي عليها علامه مفتاح كده تيجي تعرف ان هي معلومه، اما علامه الصندوق دي فدي ايه، بتعبر عن العمليه. جميل. انا عندي لستة فيها مجموعه عناصر، تمام. فلما اقول اسم الليسته اللي هي الاسم المتغير دوت، واعمل عمليه اد، واعمل عمليه ايه، اد، ده معناه ان انت عايز تضيف قيمه جديده على الليسته دي من اسمها اهو، اد، وعايز فاليو. نفترض انا الفاليو بتاعتي هتكون مثلا، هتكون 12، او خليها 12. جميل. جميل. فمثلا انا هعمل برنت لمين، الليسته بتاعتي. جميل. انا المفروض انا عندي الليسته فيها هنا ايه، ادي 20 و25 و88 وهكذا، دي الليسته اللي موجوده عندي. المفروض ان الليسته دي هيتزود عليها الايه، ال 12 دي. فلو عملت ران كده، لو بصيت هلاقي ان ايه، نطلع دي شويه، هلاقي ان القيمه ال 12 اللي انا دخلتها دي اصبحت ايه، اتضافت لمين، للليست. جميل جدا. طيب، تعال نشوف عمليه تانية بتحصل على الليست. لو قلت له دوت، تمام، عندك حاجه اسمها اد اول. اد اول دي برضو بتضيف على الليست، بتضيف قيم على الليست. ولكن ايه الفرق بينها وبين الاد؟ الاد بتضيف رقم واحد بس زي ما احنا شفنا، بتضيف، احنا قلنا هنا من كام، 12، فضيفت 12، قلت له 12 بس. ما ينفعش اقول له كمان ايه، 34. ليه؟ لان الاد لو بتضيف رقم واحد بس. طيب لو بقول له اد اول، تمام، اد اول دي بتضيف اكتر من رقم، ممكن اقول له 12، ممكن اقول له آه ممكن، لا ثواني كده، اقول له دوت اد اول، تمام. والاد اول دي بتاخد ايه، تمام. الاد اول دي بتاخد لستة، يبقى لازم نحط العلامة دي، تمام. ونقول له 12، 34 مثلا، 87 وهكذا. ضفت اكتر من مين، من رقم. يبقى تاني، الاد بضيف رقم واحد من خلال او عن طريق ان انا بحط الرقم واقول له اد ايه، اد بس، تمام. اما اد اول، تمام، لازم احط اكتر من رقم، او ان انا عايز اضيف اكتر من رقم للليسته. فلو ضفت رقمين قال لك لا، خلي بالك انت بتضيف لستة من الارقام الجديده، مش رقم واحد، ده لسته. فبالتالي ان انت لازم تحطهم ايه، تحطهم جوه اللي هم قوسين بتوع مين، بتوع الليست. فاقول له مثلا هنا 12، واقول له مثلا هنا مثلا 13، ونيجي نطبع الليست تاني، هنلاقي ان ال 12 زادت وال 13 ايه، وال 13 زادت. جميل جدا. طيب تعال نشوف حاجه تانية بتحصل على مين، على الليست، عمليه تانية بتحصل، تمام. نشوف مثلا حاجه، عمل حاجه زي الكلير. لو جينا طبقنا الكلير دي وجينا طبعنا، هنلاقي ان الكلير دي بتعمل عمليه ايه،
مسح او ازاله لكل عناصر مين، لكل عناصر او لكل عناصر او كل قيم مين الليست. يبقى ده ما عادش موجود، ده اتحذف. كلير يعني بنظف مين، بنظف الليست. طيب ممكن مثلا نشوف عمليات تانية، زي مثلا نقول دوت ونشوف العمليات الموجودة عندنا. عندنا مثلا ممكن ايه، طيب ممكن نعمل ريموف، تمام، وممكن نعمل ريموف للقيمة الأخيرة، وممكن أعمل وهكذا. عندي شوية أو مجموعة عمليات بتحصل على مين، على الليستة دي. جميل، جميل جدا. يبقى أنا عرفت إن الدوت اوبريتور مع الليستة لما يكون عندي متغير ليستة بيديني مجموعة معلومات ومجموعة إيه، عمليات، وشفنا بعض المعلومات وشفنا بعض العمليات. جميل. طيب أنا عايز أقول لك حاجة مهمة أوي. خلي بالك دي لستة، صح؟ طيب تعالى نطبع الليستة دي كده. هتلاقي ان الليستة بتطبع جنب بعض كلها، صح؟ ده ليه؟ ده لان انت بتطبع الليستة كمتغير كلها مرة واحدة. تمام؟ تمام. طيب خلي بالك، انت احيانا وبنسبة تتعدى 90% انت بتحتاج تمر على عناصر الليستة دي لاسباب عديدة جدا هنعرفها بعدين. احنا محتاجين نمر على عناصر الليستة دي عنصر عنصر لأسباب كتيرة جدا جدا جدا، وهنشوف ده إن شاء الله واحنا شغالين بفلاتر. هنلاقي إن احنا نعمل ده بشكل كتير جدا، اللي هو بيكون عندنا ليست ومحتاجين نمر على عناصر الليستة دي كلها على حدة، كل عنصر على حدة. يعني أنا عايز أمر على العنصر الأول، وأمر على العنصر الثاني، وأمر على العنصر الثالث، وأمر على العنصر وهكذا لغاية نهاية المين، لغاية نهاية الليستة بتاعتي. جميل. خلي بالك، ده هيخلينا ان احنا نركز ونجيب حاجة كده قديمة احنا خدناها. فاكر لما قلت لك ان لما تشوف او تسمع او تفكر او ذهنك يجي في ذهنك ان انت عايز تعمل حاجة بتتكرر اكتر من مرة او بتتكرر عدد مرات معين، بتيجي في دماغك فكرة اللوب، سواء الفول لوب او الوايل لوب. ايوه. خلي بالك برضو لما يجي في دماغك او في ذهنك ان انت عايز تمر، برضو يجي في دماغك اللوب. يبقى تاني، يبقى انا عارف ان اللوب اول ما يجي في ذهني ان انا عايز اكرر الحاجة بعدد معين من المرات، او ان انا عايز اكررها ليه لحد مثلا شرط معين او لحد وقت معين، انا عارف ان انا كده بفكر في مين، في اللوب. وضيف عليهم كمان لما تبقى عايز تمر على حاجة. يبقى خلي بالك اللفظين دول هما اللي بيحددوا لك انت هتختار مين، الفول لوب. طيب انت لو جيت تقول لي دلوقتي طب انا محتاج الفول لوب هنا ليه، انا محتاج هنا الفول لوب ليه؟ خلي بالك انا قلت لك ايه، انت محتاج تمر على عناصر الليسته دي عنصر عنصر. جميل، جميل. طيب طب تعالى نشوف هنعملها ازاي في الفول لوب. انا عايز امر على عنصر عنصر في الليسته دي، واطبع كل عنصر على حده، واطبع كل عنصر على مين، على حده. طيب انا قلت لك ان الليسته دي كل عنصر بيكون له ايه، اندكس، صح، اللي هو اللي فوق ده. كل عنصر بيكون له ايه، اندكس. والاندكس ده ايه، مترتب من زيرو لمين، لعدد القيم ناقص كام، ناقص واحد. هنعيد تاني، اول قيمه بيكون الاندكس بتاعها بزيرو، واخر قيمه بيكون ايه، الاندكس بتاعها بكام، ب
مجموع القيم، مجموع يعني عدد القيم ناقص واحد. يعني دول 8 عشان اوصل لاخر عنصر كان ايه؟ 8 ناقص واحد. طيب، فاكرين لما كنا بنعمل فول لوب وكان بيبقى معانا كاونتر، الكاونتر ده هو اللي بيفضل يعد، وبيبقى معاه عدد اللفات، ومن واحد واثنين ثلاثة أربعة لغاية ما يوصل لمين؟ للنهاية أو للوقت أو لعدد المرات المحددة له. طب ما احنا ممكن نستغل الكاونتر ده في الحتة دي. ازاي؟ بكل بساطة انا هعمل فول لوب اهو. فول لوب يبقى لازم يبقى معايا يحضر الكاونتر، هقول له الكاونتر اللي هو بيساوي اي ايكوال واحد. تمام. وهرجع اقول له انا عايز بقى امر قد ايه؟ كام؟ عايز امر 8 مرات. صح؟ عايز امر كام مره؟ 8 مرات. الثمانيه دول اللي هم ايه؟ اللي هو عدد الايتمز او العناصر الموجوده في الليست. طيب احنا كنا بنقول بنجيب عندنا الدوت كانت بتجيب لنا كده اما نضغط دوت دوت لينس كانت بتجيب لنا معلومه ايه؟ عدد عناصر المين؟ الليست. فبالتالي انا هقول له انا عايزك تفضل تلف طول ما الاي طول ما الاي اصغر من مين؟ من اللينس بتاع مين؟ اللينس بتاع الليست. وبعد كده اقول له الاي بلس بلس. جميل جميل جدا. وبعد كده اعمل ايه؟ بعد كده هقوم واخد ده كده، اقول له انا عايز اطبع مين؟ عايز اطبع ال واحد اللي هي الليسته اللي عندي. الليسته اللي عندي دي مش كنا لما كنا بنعمل كده يا شباب كنا ندي لها مثلا نقول له أربعة، فكانت تطبع لنا العنصر اللي هو الاندكس بتاع أربعة اللي هو ده. طب لما كنا بندي له خمسة كان بيدي لنا العنصر، بتطبع لنا العنصر اللي هو ده. جميل. طيب ايه رأيك لو حطينا الاي اللي هو الكاونتر بتاعنا اللي عمال يعد؟ المفروض ان هو كل مرة الاي الوقت بكام؟ بواحد. هيروح يطبع العنصر الاولاني. صح. بعد كده الاي هيبقى بكام؟ باتنين، فهيروح يطبع العنصر مين؟ تاني. وهكذا هيفضل لغاية ما يكون الاي قيمته اصغر من المين؟ التمانية. وخلي بالك انا قلت اصغر من التمانية، ما قلتش اصغر من او يساوي التمانية. طب ليه قلت اصغر من التمانية؟ لان احنا التمانية كاندكس، خلي بالك احنا اخر كام؟ سبعة مش تمانية. ركز. لان انا لو قلت يساوي كده هيعمل ايه؟ هياخد التمانية معاه. طب انا عندي الاندكس اخره كام؟ سبعة مش تمانية. يبقى انا هنا اقول له طول ما الاي اصغر من اللينث بتاع مين؟ اللينس بتاع او عدد القيم اللي موجوده في مين؟ الليست. ما ينفعش اكتب ايه؟ يساوي. جميل. طب تعال نعمل رن ونشوف. اه طبع لنا 25 88 وي طبع عناصر الليست. لو جيت لاحظت خلي بالك طبع كل عنصر على حده. خلي بالك احنا كان قبل كده ما كنا بنطبع كان بيطبعه لنا كله كده في سطر واحد جوه القوسين بتوع الليست. هنا طبع كل عنصر مين؟ على حده. ولكن في عندي ملاحظة كده غريبة. ايه هي؟ انا عندي اول قيمة هي 20. هو ما شافهاش، دخل على ال 25. ده ليه؟ ده ليه؟ بص بقى يا سيدي احنا عملنا غلطة كبيرة قوي قوي قوي. اللي هي ايه؟ مش انا قلت ان الاندكس ده بيبدأ من الزيرو؟ صح؟ ايوه. طب لو انت جيت بصيت هتلاقي ان انت عامل الكاونتر بتاعك يبدأ منين؟ من واحد. فبالتالي واحد عنده اللي هو مين؟ 25. ولذلك أول حاجة طبعها كانت مين؟ ال 25 مش ال 20. يبقى أنا لازم هنا الأي الكاونتر يبدأ بتاع من عندي من أول مين؟ من أول زيرو. لو جينا عملنا رن
هنلاقي ان هو جاب معايا مين ال20 وطبعها كلها. طيب خلي بالك انا هنا قلت ايه؟ افضل مر طول ما الاي اللي هو الكاونتر اصغر من او بيساوي اصغر من، سوري، اصغر من اللينث اللي هو اصغر من عدد القيم الموجوده او عدد العناصر الموجوده في الليست اللي هي عندي كام؟ 8. يبقى هو هيبدأ من الزيرو وهيفضل يلف يلف لغايه لما ياخد 8 معاه. لا، مش هياخد التمانية معاه. طب شوف بقى لو انا عملت يساوي، شوف بقى النتيجة اللي هتحصل لو انا عملت يساوي. شوف، فضل طبع من الاول 20 لغاية ال 34 عادي، مفيش اي مشكلة. بس جه على اللفة الاخيرة اللي هي التمانية. احنا عندنا التمانية هنا مفيش تمانية، التمانية هنا هوا، التمانية هنا هوا. فجه قال لك على التامنة، قال لك ايه؟ قال لك خلي بالك انت الفاليو بتاعتك المفروض تكون من 0 ل 7. اما 8 دي انا بالنسبه لي ما هياش موجوده ضمن مين؟ ضمن الليست، فما اقدرش اشوفها. يبقى اذا ما ينفعش اقول له اللينث دوت ما ينفعش اقول له طول ما الاي اصغر من او بيساوي اللينث. انت ممكن تعمل حيله اللي هو ايه؟ تقول له ناقص واحد. ساعتها خلاص مش هيبص على مين؟ مش هيبص على التمانية. اهو خلاص. ليه؟ لان انت اللينس بكام؟ ب8 ناقص واحد 7. فانت افضل مر. انا 7 فين؟ انا هنا. يبقى السبعه معانا طالما انا قلت اكبر اصغر من او يساوي، يبقى السبعه معانا. تمام. طيب لو شلت الواحد ده ناقص واحد، يبقى ما ينفعش اقول له ايه؟ اصغر من او بيساوي، عشان ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش مشكله. تمام. يبقى احنا عرفنا انا الفول لوب اول ما يجي في ذهني ان انا عايز اكرر الحاجه، او ان انا عايز امر على مين؟ على الحاجه، سواء سواء بقى بالفول لوب او الهوايل لوب. المهم انت لازم يكون في دماغك اللوب. وعرفنا ازاي ان احنا نحدد هنستخدم انهي نوع من اللوب. جميل يا شباب. ده بالنسبه لللينس. ده بالنسبه للليست. الليست في غايه الاهميه، وممكن دي اكتر حاجه انا شرحتها على اجزاء. وهيبقى معانا برضو اللي ممكن ياخد مننا اجزاء برضو كمان، الماب، لان الاتنين دول بالنسبه لي مهمين جدا 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 جدا. تمام. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الست. والست دي مش هناخد فيها وقت، لان هي شبه الليست بالظبط، بس باختلاف حاجه معينه، او باختلاف حاجه بسيطه. تمام. وان شاء الله بعد كده نكمل مين؟ نكمل الماب. وباذن الله نكون كده خلصنا مين؟ الكوليكشن داتا تايب. استناكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.